السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهاردة فطرنا كالعادة وبكل سعادة، طبعا الفطار المصري بتاع كل بيت. بس النهاردة جبنة حادقة بطماطم بفلفل، الفول عليه طماطماية وقرن فلفل حراق. يعني المهم ايه، التحبيشة شوية مختلفة عن الفيديوهات اللي قبل كده. وكالعادة بيض ولانشون وجبنة رومي. المهم قمنا من النوم فطرنا، وبرضو كنا ناويين على خروجة من بدري قوي، بس ما بنطلعش بدري خالص. كل طبعا. معلش يا جماعة، القعدة برضو بتبقى بعد الفطار بواحد شاي في قهوة وكده وبتعدي. احنا كنا متفقين من قبلها بيوم ان احنا رايحين اليوم ده بورسعيد. هنروح بورسعيد بقى من بدري بدري. مين؟ بصوا احنا ماشيين في الضلمه بالليل، يعني الكلام ده كان بعد المغرب بساعه كمان، على اساس ان احنا قمنا من النوم قلنا هنروح نتغدى في بورسعيد ونلف لفه برضو كده. ونفرج شيخه. انا برضو صراحه اول مره في حياتي كنت اروحها. صراحه بلد تحفه، بسم الله ما شاء الله، يعني من البلاد الجميله الرايقه الهاديه. فاستمتعنا جدا جدا بالجو فيها. لا بس أمانة يا جماعة، بورسعيد بلد الناس الرايقة بأمانة. كل حاجة فيها جميلة، من الناس الجميلة للأماكن الجميلة والشوارع نظيفة. أديكوا شايفين أهو، معانا أهو. شايفين بقى؟ احنا وصلنا برضو متأخر، حتى العربيات تركنت. المهم قلنا هنروح نتغدى نعمل. نتعشى بقى. نتعشى. هو كان غدا والله بالنسبة لنا، بس احنا اخدناه عشاء يعني. طبعا ما ينفعش تروح بورسعيد يا جماعة وما تاكلش سمك. هي بقى مشهورة بالاسماك طبعا. فاحنا قلنا بقى هناخد سمكنا بنفسينا ونروح نعمله بنفسينا. هو في نظام حلو كده ان انت تروح سوق السمك. طبعا احنا يا جماعة برضو للأمانة اللي عازمنا اليوم دون على أكلة السمك أحمد أمين. اه أهو. فهو بص، هو اللي شايفين؟ ودانا السوق، لان احنا ما نعرفش اصلا في بورسعيد. انا عن نفسي هاني راحها قبل كده، انا ما رحتهاش خالص قبل كده. فهو قال انا عارف الاماكن يعني وكده، فهو ادانا سوق السمك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، السمك بأشكال والوان والكابوريا، كل ده يا جماعة طازة وفريش. والله انا في حاجات وحاجة اصلا ما بسم الله ما شاء اعرفهاش، الله. يعني في اسماك كتير انا ما اعرفهاش هي ايه يعني. شفتوا بقى؟ احنا شايفين بقى المنظر؟ سوق كبير ما شاء الله، كبير. واللي نفسك فيه، عايز سمكتين، عايز 4 سمكات، عايز كيلو، سمكة حتى نص براحتك. كيلو اه بالميزان. ده السوق بتاعهم يا جماعة جوه. وعلى فكرة هم مشهورين بكده، ان انت تروح تاخد السمك وتروح عند مطعم تشويه وتاكل وانت قاعد. اتاري الموضوع ده مشهور، احنا اللي ما نعرفوش يعني. شايفين البطاريخ بقى والفوسفور العالي يا جماعة؟ السمك بيتكلم عن نفسه، بسم الله ما شاء الله يعني. المحل ده اللي احنا جبنا منه اسمه عالم البحار. ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة قوي من الاسماك، اسعاره كمان حلوة. بصوا هنا انتوا بتاخدوا الحاجة في جوه السوق. ناس بتشوي، والترابيزات دي ببلاش خالص، بتقعدوا بس بيشوولكوا بفلوس يعني، وتقعدوا على الترابيزة تاكلوا. المهم احنا طلعنا مطعم بره اسمه بتاع سمك، اسمه كده بتاع سمك. قعدنا تحت شوية لعند ما ترابيزة فضيت فوق. بصوا القعدات جميلة، ناس كتير قوي على فكرة، عائلات. أجواء المكان حلوة بصراحة يعني. الناس كلها بتعمل زي كده يا جماعة. صراحة شعب جميل وأكله جميل وكل حاجة جميلة. زي ما انتم متابعينا بقى دلوقتي، ادينا اهو طالعين فوق على الدور التاني، القعدة مختلفة برضو فوق. بصوا في ناس مشاهير كتير بتيجي هنا، دي صور بس انا على السريع برضو، انا اسفة. بيجوا المطعم دوت، ياكلوا فيه ويتصوروا كمان فيه، فهم حاطين صور الناس اللي جت عندهم يعني. المهم طلعنا فوق في الدور التاني، اخدنا ترابيزة. سامحوني معرفش اصور المكان كامل لان فعلا المكان زحمة جدا. بس ده كده المنظر من فوق. بصوا وانا فوق لقطت محل اسمه علوش، دلوقتي هنعديله الناحية التانية، بتاع حلويات بيقولوا او بسكوتات وحاجات من دي. المهم خلينا في السمك دلوقتي، وبعدين ايه نشوف موضوع علوش ده بعد شوية. ادي بقى الشكل كده. منور ابو علي. شايفين بقى؟ انا قاعد بستنى الليلة البيضة دي. جاع عمال يهز في رجله كده، جاع. الباشا احمد امين في القاعد جنبي بيقول له يا خال، عايزين الحاجة تبقى مظبوطة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. انا عارفه احمد امين هيولع فيا، بس مش مشكله ان هو منبه عليا ما نزلوش، بس خلاص بقى عادي. نزلوا بقى بالسلطات والطحينات والبابا غنوج والمكبلات اللي بتفتح النفس. السلطة شكلها حلو. وده يا جماعة ده انا ما استنيتش عليه، حتى المكان ده انا اللي اخدته. الحاجات دي بتنزل من المطعم. مايونيز ببطارخ الرنجة.
اه ودي الطحينة ده الناس اللي صراحة. بتحب البطارخ بقى والحاجات دي. الحاجات دي تبع المطعم، يعني انت بتطلبها تبع المطعم. بصوا بقى، جبنة جمبري هم عملوه زي طاجن كده بالمكرونة، طعمه ما شاء الله حلو يعني. الناس عشاق الجمبري بقى في الطواجن، وعليه جبنة كده موتزاريلا. بصوا شكله عامل ازاي. طلع بقى بالجبنة الكريمة دي اه يا جماعة. طب انا عايزة صراحة اشيلها، مش عارفة اشيلها، حد يحطها لي في الطبق يا جدعان. طبعا ايدي بصور والايد التانية بشيل بيها، كل ما اجي اشيلها تقع مني. بصوا حتى شوية المكرونة مش هين عليهم بيطلعوا لي يا عيني. لا، طلع الموضوع كبير يا جماعة. بس على فكرة الجو ده حلو قوي قوي يعني، انا ما كنتش والجو اعرف. فعلا يعني. القعدة وان انت تطلب الاكل، او ان انت تروح السوق تختار الاكل بنفسك وبعدين تاخده توديه المطعم يعملهولك. شايفين بقى السمك. ده سمك بوري بيعملوه سنجاري، بيتفتح يعني السنجاري ده معناه ان هو مفتوح كده من انا الظهر الخلطة اللي فيه من جوه يا جماعة دي انا والله ما اكلتها في حياتي. تسلم يا احمد يا امين، ويسلم ذوقك. طبعا ذوق راقي جدا جدا. شايفين بسم الله هو ما شاء احمد الله. راقي اصلا لازم يبقى ذوقه فعلا. راقي. دي شايفين. السمكة دي اسمها ايه بقى عشان انا مش فاكرة؟ دي الدنيس. دينيس. انا ما بعرفش في الاسماك قوي يا جماعة، بس برضو كان شوينها طعمها لذيذ. ومظبطينها. شوفوا بقى دون الكلاماري يا جماعة. او او السوبيا. الصوبيا. مم. حمروها مقلية بقى بتبقى. بالخلطة بتاعتهم لذيذة جدا جدا. بصراحة يا جماعة برضو احنا جربنا مطاعم مأكولات بحرية كتير. بأمانة الناس دول يعني ليهم نكهتهم الخاصة بيهم. بس انا بحب ابو علي بتاع الاسماعيلية، برضو مش هغير رأيي. وده جمبري بقى مقلي بالخلطة برضو طعمه خرافة. يعني ده احسن من ابو علي؟ والله كل المطاعم حلوة بس ما بورسعيد يقدرش. مختلفة. لا هي ليها نكهة خاصة في الجو في القعدة. صراحة كان اليوم جميل من اوله لاخره. بصوا اهو بقى بقى. احنا لمحنا واحنا هناك علوش. علوش اسم ما تنساهوش، ده كاتبين على المحل كده، فاحمد قال لي ده محل بتاع شوكولاتات. جميع انواع الشوكولاتات بقى، واسعارها بيقول بتبقى ارخص شوية يعني. احنا برضو الناس كانت كتير جوه فما عرفناش نصور قوي، بس اللي عرفت اصوره لقطات صغيرة كده. وفي اماكن بيقولوا ممنوع فيها التصوير يعني، فاحنا برضو على قد ما اقدر ما حبيتش يعمل مشكلة يعني. كل انواع الشوكولاتة المستوردة يا جماعة. والمصري والتقليد وبصوا. واللبان اللي كل يعني زي ما انتم هاني شايفينه. البتاع ده بيحبه قوي. اللي هو بطعم الكابتشينو دوت. بصوا كل حاجة كل حاجة صراحة عندهم حلوة. طلعنا بقى قلنا ناخد جولة. ما ينفعش بورسعيد بقى تروح حلوة بورشوفين قوي. نظيفة ازاي. بورسعيد حلوة قوي 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 يا جماعة، يعني انا بالنسبة لي كنت مبهورة بيها لان انا ما بروحهاش كتير، ما بروحهاش اصلا، انا ما رحتهاش في حياتي قبل كده يعني. والمحلات جميلة وشايفين يا جماعة. اه دي كده نظام عبارة يعني شوارع جميلة وقعدات صراحة حاجة قمة الروعة والانبساط. طبعا هي محافظتنا حلوة مش وحشة، احنا مش معنى كده بنقلل من الإسماعيلية، لا طبعا الإسماعيلية جميلة وتحفة وكل حاجة، بس مكان أول مرة تشوفه فأكيد يعني. وبعدين برضو بورسعيد بلدنا فكلهم حلوين يا جماعة. لا بصراحة والله فعلا. بصوا ده زي ممشى كده على البحر. أنا مش عارفة المكان كويس قوي يعني، المهم ده ممشى كده نزلنا اتمشينا فيه. بصوا الناس ما شاء الله قد ايه ماشيين. يعني أنا مستغرب. الناس مكان كده يا بتسرق. جماعة جنب بعض فيه كوفيات ومطاعم كله نظام. أكشاك كده. الأكشاك كده دي. بصوا الولاد الصغيرين، بصوا يا حبايبي دول ناموا في العربية الاتنين دول. يعني حتى هناك اللفة بضمير يا جماعة. مم. من كتر العلم بتلف. بتنام بتنام. بتدوخ. العيال اللي داخل. بينام ينام، ويعني شوف يعني قمة الانبساط العيال. هتنبسط يعني هتنبسط في بورسعيد. شايفين انا واقف مستغرب. حاطط ايدي في جيوبي عمال ابص على الدنيا هنا. صراحة يا جماعة. يوم بقى من احلى الخديوي الايام. وايس كريم وشايفين انا قاعد. هذا دي ابو علي دي منور اهو. بصة انبهاج. انبهاج. منبهج يا جماعة منبهر. ايه يا معلم انبهاج ده؟ شايفين. المهم مشينا بقى بتاع ساعة ساعتين قعدنا نتمشى، وفي محل جنب كوفي لاب دوت دخلنا اشترينا منه حاجات اللي حابب يشتري طبعا، بس قالوا لنا ممنوع التصوير.
وبعدين جينا هنا الكوفي، هو المحل والكوفي فاتحين في بعض، يعني تشتري وتقعد في الكوفي لو حابب طبعا. ابو علي بيقول عجبته القهوة دي يا قوي. جماعة كوباية قهوة يعني بأمانة الله، طعم البن مختلف، لأن عارف أنا رحت قريت المنيو لقيت ده بن أثيوبي. لا والله. اه والله، اثيوبي بجد ولا بتهزر؟ بجد والله مكتوب ده بن أثيوبي. برازيلي مش اثيوبي. ما في برازيلي وفي أثيوبي انت وفي اخترت الاثيوبي. الحبشة، الله يسامحك بن يا شيخ. الحبشي. شوفوا يا جماعة يعني صراحة ده كيك محشي نوتيلا ولا يعني حاجات. ده الموهيتو. احمد هيطق مني طبعا. وكيك اللوتس برضو. شايفين المكان رايق. طبعا الوقت كان متأخر برضه يا جماعة، وأنا رايح جاي برضه واخد حريتي في المكان، الدنيا والجو كان ماشي هادي. براحتي. ابو علي شايفين يا بيحب كده جماعة، يتفحص ويتمحص الاماكن اللي بيدخلها. عشان نقول لكم الصورة بكل أمانة. كده بقى بعد المكان ما هدي خلاص واحنا ماشيين، خدت لكم جولة فيه كده. بصوا المحل، البيبان اللي في الجنب دي بتدخلك على المحل على طول، اللي انت ايه تشتري منه يعني. شايفين بقى البار بتاعه منظف يعني حاجة عاملين جميلة. حتى رسوم حلوة قوي كده على الحيط. والبن بتاعهم برضه يا جماعة ملوش مثيل. الحبشي يعني. حابة اهو، شفت اهو، عشان تعرفوا البن بأنواعه، برازيلي وأثيوبي كل أنواع البن. كل حاجة. ده بقى منظر الكافيه من بره. طبعا بقى يا جماعة ما ينفعش تروح بورسعيد وما تعديش الناحية التانية، بس برضه احنا متأخرين. المعدية وحلاوة المعدية، وانتوا خليكم معانا وهتشوف. انا مستغرب، مم. دي بصة اعجاب. المكان التاني ده اسمه بور فؤاد. احنا كان نفسي اصور لكم احنا بنجري في الشارع عشان نعدي من العربيات هنا. شايفين بقى الكلمة الجميلة دي، مم. كلمة بورسعيد، بس تليفوننا جابها بالمقلوب. لا عشان دي من ورا، هي المفروض من الناحية التانية. انا يعني احنا ماشيين في ظهرها يا كده يعني. سلام، ده ابتكارات برضه. شايفين انا مم. البهجة يا جماعة، ماشي مبسوط. اهم حاجة تبقى مبسوط يا ابو علي. وهنا بقى الألعاب، واللي عايز بقى عياله تلعب وتنبسط. كافيهات كتير ومطاعم كتير قوي على فكرة يعني. احنا كنا هنا بقى خارجين ماشيين وقلنا خلاص المعدية قفلت، كنا عايزين نعدي بور فؤاد الناحية التانية. فقلنا اكيد المعدية قفلت كده خلاص بقى احنا مروحين، فلقينا محل بتاع صابون وشامبوهات وحاجات من دي، فنزلنا برضو قلنا ايه. كان في صابون معين كده زمان بتاع بورسعيد ده، قعدوا يدوروا عليه يعني مش لقيوه، قالوا خلاص ما عادش بيجي. لا بس طلع لنا في الآخر اهو. فجبنا هو ده. هو جبنا ده. المهم جابوا الصابون ده، انا معرفش برضو يعني، المهم ايه هاني واحمد جابوا الصابون ده. نمشي بقى، لا لقينا الكوبري اللي هو العائم ده او العايم مفتوح. فقالوا هنعدي بور فؤاد يا جماعه اهدوا، قال لا هنعدي بور فؤاد. عدينا بور فؤاد، ده الكوبري ده يعدوا عليه بالعربيه كده. ده الكبر العايم يا جماعة. اسمه كوبري النصر كده. دي بقى بور فؤاد، هي مدينه بور فؤاد مكتوب على اليافطه ديت. أنا كان نفسي أجيها بالنهار. في مكان اسمه جبل الملح. وجبل الملح، وفيه بصراحة بورسعيد يا جماعة بلد فيها كل حاجة جميلة بأمانة. شوارع نظيفة وبلد في منتهى الجمال. ربنا يخلي بلادنا كلها يا جماعة، مصر جميلة. شايفين بقى الميدان ده والجامع الجميل ده، وانا يا جماعة هنا الجامع ده على طول بقى بيبص او قصاده المعديات اللي انت بتعدي منها بورسعيد او بتعدي بور فؤاد. المهم رحنا لقينا المعدية فاتحة فقلنا نعدي بورسعيد. ركبنا المعدية. انا صراحة قلبي كان هيقف، معرفش كنت خايفة قوي ليه كده. كان في بسم الله حادثة قبل كده، يعني ان عربية وقعت في لا لا المية. لا ده كلام. فطول ما انا في المية مرعوبة. المهم كده ايه، واقفة انا بصور من جوه العربية لقيتهم نزلوا. اتحركت بقى المعدية، منظر جميل يا جماعة والله بأمانة. على فكرة يا جماعة الواحد يقدر يستجم ويستمتع ببلاده. شايفين بقى أنا واقف في نزل الحتة ابو علي بقى. المشهورة وبشاور بإيدي كده وكده، بقول دي كده بور فؤاد، وكده احنا رايحين بورسعيد.
والحمد لله ان شيخة كانت مبسوطة جدا في اليوم ده، اتبسطت معانا واحنا كمان اتبسطنا معاها. خلصنا المعدية بقى وبنعدي، مش ربنا يهدينا بقى ونروح، لا، لفينا ورجعنا على المعدية اللي جنبها. لفينا تاني. بصوا، صراحة يعني من كتر الانبساط يا جماعة ركبناها تاني، ركبنا لف المعدية وارجع ورجعنا تاني. تاني بور فؤاد. انا حبيت اوريكم اللقطة دي ازاي بتيجي المعدية. بصوا بتدخل في حتة صغيرة خالص، هما ما شاء الله عليهم يعني اللي سايقينها يعني اكيد عارفين. بصوا بيدخلوها ازاي ما شاء الله. بصوا ليها مكان معين كده بتدخل فيه. الله يحميهم، الله يحميهم هي يا رب. امان يعني جدا، بس انا لان انا بخاف قوي من الميه وبخاف من كده، كنت خايفه صراحه. كده بقى رجعنا تاني عند المسجد اهو. ده احنا كده رجعنا بار فؤاد مرة تانية. رجعنا كده بور فؤاد. بصوا منظر الميه وانت واقف كده والهوا اللي جاي. بصوا الولد الصغير ده كل شويه بصوا يضحك. بصوا بصوا. ربنا يحفظه ويخليه لأهله وناسه. آمين يا رب. طب مش نمشي كده من بور فؤاد؟ احنا كده بقى قلنا هنعدي من الكوبري تاني. مم. رجعنا بقى قلنا هنعدي خلاص كده، طلعنا بقى من بور فؤاد، ما رضيناش نركب معدية تاني، قلنا هنعدي من الكوبري وخلاص بقى نطلع على المكان اللي بنطلع منه من بورسعيد. رحنا بقى لقينا بصوا الكوبري قفل. بصوا في المية كده الكوبري ده خلاص هم فتحوه، يعني بيفتحوه عشان السفن تقريبا تعدي او حاجة زي كده. لقينا نفسنا في معدية تاني. رحنا بقى المعدية تاني، بس المعدية دي بتاعت شاحنات. المرة دي بقى مع التريلات. كلها شاحنات كبيرة قوي. وبصوا المعدية عمال تترج كده، عملت لنا رعب وبطننا وجعتنا وكانت حالتنا حالة في اليوم ده. قلت لهم تستاهلوا عشان انتوا ما بتتأدبوش، كان المفروض من اول مرة خلاص. كده بقى خلاص خلصنا. طلعنا طبعا على المكان بتاع التفتيش اللي هو الجمرك اللي طالع من بورسعيد، طبعا الناس اللي بتروح بورسعيد عارفاه. وده كان يومنا النهاردة، كان يوم جميل جدا وممتع جدا، من احلى الايام اللي انا قضيتها صراحة يعني. وكان نفسي من زمان قوي اروح بورسعيد وربنا اراد يعني. كده احنا رجعنا اسماعيليه بقى، فقلنا نجيب عيش فينو وحاجات عشان الولاد كان تاني يوم الصبح عندهم مدرسة. بنتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة